هقول لك على 5 حاجات لو حسيت بحاجه منهم يبقى انت محتاج تقيس ضغطك وتزور دكتور قلب في اقرب وقت. برغم اننا قلنا قبل كده ان نص الناس اللي عندها ضغط تقريبا ما بتحسش باعراض، الا ان النص التاني ممكن يشتكي من اعراض تانية. خلونا بقى نرد على السؤال ده ونقول ايه هي الحاجات اللي لو حسيت بيها فانت محتاج تزور دكتور قلب في اقرب وقت، او على الاقل محتاج تقيس ضغطك عشان تطمن. بسم الله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله. اول واشهر حاجه طبعا هي الصداع والزغلله. ممكن تكون بتشتكي من نوبات صداع ما انتش عارف سببها ايه ودورت كتير، بس نسيت حاجه مهمه جدا، نسيت تقيس ضغطك. كمان الزغلله، كتير بتحس بنوع من انواع الزغلله او انك مش مرتاح في الرؤيه، فبتروح لدكتور عيون وبتكشف فبيطمنك فبتطنش، وبتنسى برضه حاجه مهمه جدا، بتنسى انك تقيس ضغطك. الحاجه التانيه بقى نهجان. كتير من الناس بنلاقي ان كل الشكوى اللي بيشتكي منها هو انه بينهج مع طلوع السلم، ودور وعمل صوره دم واطمن ان مفيش انيميا، وعمل اشعه على صدره وعمل اشعه ايكو واطمن على كل ده، ونسي حاجه مهمه جدا، ان ارتفاع الضغط هو السبب في النهجان ده، وهي دي كل المشكله اللي انت بتشتكي منها. ألم الصدر كمان من الأعراض الشائعة جدا مع ارتفاع الضغط، ومش شرط يكون بسبب القلب، وفي أوقات كتير بيحتاج تدخل بسرعة عاجلة. ضربات القلب، ممكن تحس إن ضربات قلبك سريعة أو قوية أو بتسمعها في ودانك. من فضلك لو بتحس بحاجة من دول انزل قيس ضغطك على الأقل واطمن. ورم الرجلين ممكن يكون السبب فيه هو إن ضغطك عالي. من فضلك قوم قيس ضغطك واطمن. ادعي الوالد بالرحمة والمغفرة، وادعي لأهلنا في فلسطين والسودان وسوريا ولبنان بالصبر والثبات، ويلا اكتب لي في الكومنتات آخر مرة قست ضغطك فيها كان كام. دمتم بصحة وعافية.